الفواني بأحداث النهاية تهن دنيا الأماني. ففي دار البقاء نعيمها أو شقائي ووجداني يفيض بخوفي ورجائي. إلهي أنت حسبي يا رب العالمين، فثبتني إلهي على نور اليقين، وفي الجنات نلقى إمام المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أحداث النهاية سلسلة منهجية تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي. أقدمها لإخواني وأخواتي في كل مكان، في عصر طغت فيه الماديات والشهوات، وانشغل فيه كثير من الناس عما هو آت، وانحرف كثير من الخلق عن منهج رب الأرض والسماوات. لا أقدمها كما أقول هروبا من الواقع، بل أقدمها تصحيحا للواقع، لأنني أرى على أرض الواقع ما لا يمكن أن يتصوره عقل عاقل. يفعل الآن الإنسان بأخيه الإنسان ما تستحيي الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات، وذلك لأن البعض أو لأن الكثرة قد ظنت أن الحياة ستنتهي بالموت. كلا كلا، بل لابد أن يعلم الجميع على سطح الأرض وعلى وجهها أنه لابد من ساعة ستقوم فيها القيامة، ليقف فيها كل إنسان بين يدي ربه تبارك وتعالى، ليذكره ربه جل وعلا بما قدمت يداه، بما نطق لسانه، بما فعلت جوارحه، ليقال له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما أحوجنا إلى هذه الموضوعات التي تحيي القلوب، والتي تملأ القلوب بحب علام الغيوب، والتي تذكر الخلق بالتوبة إلى الحق تبارك وتعالى،
والتي توقفنا على فقه هذه المرحلة، فما أحوجنا إلى أن نسمع عن الله جل وعلا وعن الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الحديث في هذه الموضوعات لا ينبغي البتة لأي أحد على وجه الأرض أن يتكلم فيها إلا بدليل من كتاب ربنا الجليل ومن كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولا زلنا أيها الأكارم الأفاضل نتحدث عن أشراط أو أمارات أو علامات الساعة الصغرى. وحديثنا الليلة بفضل الله جل وعلا أستهله بعلامة إذا استمعت إليها الليلة بإنصات أظن أنك لن تغفل بعدها عن الصلاة والسلام على من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. أتصور أن قلبك سيمتلئ بالحب لله جل وعلا ولرسوله الصادق الأمين. تصور معي وتدبر هذه العلامة من علامات الساعة، لأنها قد استشرت وانتشرت على مستوى البشرية، على مستوى العالم بصفة عامة، وفي الأمة كذلك بصفة خاصة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تدبر قول رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم إذ جاءه أعرابي فقال الأعرابي: يا رسول الله متى الساعة؟ سؤال مباشر، متى الساعة؟ يعني متى تقوم القيامة؟ فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه ولم يجب السائل. فلما قضى النبي حديثه سأل هو عليه الصلاة والسلام وقال: أين السائل عن الساعة آنفا؟ فقال الأعرابي: ها أنا يا رسول الله. اسمع إلى الجواب. قال الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. صلى الله عليه وآله وسلم. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الأعرابي الفقيه: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ كيف إضاعتها يا رسول الله؟ فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم صورة من صور ضياع الأمانة، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. مش بقول لحضرتك لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا، تاني الرواية دي وبعدين نفصل بقى. قال عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الأعرابي: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد، وفي لفظ إذا أسند الأمر إلى غير أهله. أسألكم بالله، ألم يوسد الأمر إلى غير أهله؟ بلى ورب الكعبة، وسد وأسند الأمر إلى غير أهله في مجالات الحياة بلا استثناء تقريبا، إلا من رحم رب الأرض والسماء. أنا لا أتكلم فقط عن صورة من صور الأمانة، ألا وهي صورة الولاية أو الحكم. هذه صورة سأتحدث عنها، لكن أود منذ البداية أن نعلم أيها الإخوة والأخوات أن للأمانة صورا كثيرة، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يجعل إسناد الأمر إلى غير أهله تضييعا للأمانة،
ويجعل تضييع الأمانة علامة من علامات الساعة، وأظن أن هذه العلامة قد وقعت وانتشرت وصارت واضحة لكل ذي بصيرة وبصر. إذا أسند أو وسد الأمر إلى غير أهله. الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث عن رفع الأمانة في حديث آخر في غاية الدقة، والحديث أيضا رواه البخاري ومسلم من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه. تعرف كده إزاي بتقبض الأمانة، إزاي بترفع الأمانة، كيف تضيع الأمانة، ثم بعد ذلك نتعرف على صور الأمانة بالتفصيل إن شاء الله جل وعلا، لأنني كما ذكرت لكم أيها الأفاضل أنا لا أود أن أذكر العلامة وأمضي، لا، بل أقف مع العلامة لأشخص الداء ولأحدد الدواء، لعل رب الأرض والسماء أن ينجينا وإياكم من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أنا لا أسرد سردا، إنما أقدم دروسا وعظات وعبرة، أسأل الله أن ينفعني وإياكم بها أيها الأفاضل من إخواني وأخواتي. الرسول عليه الصلاة والسلام يبين لنا كيف ترفع الأمانة، كيف ترفع الأمانة، فيقول، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال حذيفة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. يا الله يا الله، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، والجذر هو الأصل من كل شيء، نزلت في جذر قلوب الرجال، في قرار القلوب. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. أسوق لطيفة سريعة فقط لأحبابنا وأبنائنا وإخواننا من طلبة العلم، بأن البداية الحقيقية الصحيحة للطلب تكون بنص هذا الحديث القرآن ثم السنة. فنزل القرآن أو ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. انظر إلى صورة نزول الأمانة، انظر إلى صورة نزول الأمانة. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن